انا غادي نقرا المراسله اللي وصلت من العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه لرئيس فريق الوداد الرياضي. L'objet demande d'audience sur la classification des équipes de la Botola Pro 1 Inouï. Monsieur le Président, en réponse à votre courrier du 21/6/2024 au sujet de votre demande d'audience sur la classification des équipes de la Botola Pro 1 Inouï et suite aux différents événements ayant marqué cette période dont vous n'êtes pas sans savoir et qui ont compromis notre disponibilité lors de la dite période, nous avons l'honneur de vous informer que la LNFP est à votre disposition pour un éventuel rendez-vous imminent à votre convenance afin de débattre du sujet référé en objet. Dans l'attente d'un retour de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations les meilleures. هذه مراسلة اللي كان توصل بها رئيس فريق الوداد الرياضي يوم الخميس 4 جويلية 2024. إذا خبر عاجل كيأكد دائما الهضره اللي قلنا منذ البدايه، بعد ما خرجات بزاف ديال الهضره حول ان الرئيس عبد المجيد البرناكي باع الرتبه الرابعه، خدا الفلوس ديال الرتبه الخامسه باش دار اللعابه وباش خلصهم. خرجنا وشرحنا وقلنا راه هذا كله ما كيناش، وبان رئيس فريق الوداد البيضاوي ودادي سي عبد المجيد البرناكي ودادي كيحب الوداد امبوسيبل يسمح في الحق ديال الوداد. وقلنا بانه راه العصبه هي اللي راسلات بعد ما الوداد حطات الشكايه ديالها، راسلات الشكايه وقالت لهم راه عندنا الحق خصنا نناقشوه. العصبه قالت لهم الله يحفظكم راه كاين كاس العرش وراه ما يمكنش نناقشوه دابا حتى المورا كاس العرش. ومن بعد شرحنا وقلنا بانه نهار الثلاث اللي فات ولا نهار الاثنين مع الحاج ومع السي بالعودي قلنا بانه راه في هذا الاسبوع العصبه الاحترافيه غتراسل الوداد وغتقول لهم راه حنا واجدين باش نناقشوا معكم هذا الموضوع. الحجه الدليل والبرهان ها هي. المراسله اش كتقول؟ اون ريبونس ا فوتر كوري. اذا فريق الوداد البيضاوي راسل العصبه الاحترافيه في 21/6 لو 21/6 راسلهم من اجل اودينس باش يعطيو الحق ديالو انه يناقش الموضوع ويدافع على الحق ديالو في الرتبه الرابعه. اذا الوداد عبد المجيد برناكي راسل العصبه وقال لهم الناس راكم درتوا غلط وكذا وحنا راه بغينا حقنا ناخذوه. العصبه قالت ليه اجلنا الاودينس ديالكم اللي ما تعرفونه من مقابلات وداك الشيء اللي وقع ديال كاس العرش. ها هما الان كي يجاوبوهم كيقولوا لهم nous avons l'honneur de vous informer que l'Osba al-Ihtirafiyya est à votre disposition pour un éventuel rendez-vous alors à votre convenance afin de débattre au sujet référé en objet. العصبة الاحترافية كتقول لهم حنا واجدين الآن باش نجلسوا معكم ونناقشوا معكم الموضوع اللي هضرنا عليه ديال التعرض اللي داروا فريق الوداد البيضاء. المشكلة هي هذه، هي أن الوداد حطوا تعرض، الوداد ما خداو لا فلوس لا والو ديال الرتبة الخامسة، لأن دابا حنا كنهضروا على دابا الرتبة الخامسة ولا الرتبة الرابعة باقي الفلوس ما كيتعطاوش دابا. ها العصبة كتجاوب. إذا واش هاد الناس ما باغينش يدافعوا على الحق ديال الوداد؟ ان في الاجتماع ديال المنخرطين مع انا اللي جاني بيزار هو سميتو امين المال ديال فريق الوداد البيضاوي مع ايتمنى اللي كان مع السي البرناكي سميتو مشات لي السميه ديالو. هو عارف بان الوداد راسلات العصبه وعارف بان الوداد ما يمكنش دير الحق ديالها، وكيجيو كيقولوا راه الوداد ما باعوا الماتش وباعوا الرتبه الرابعه وخذوا الفلوس. ما عرفتش زعما شكون اللي جاتو هذه الفكره انه يظن ولو للحظه ان الوداد غتفاك في حقها. الوداد راه ما غتفاكش في حقها غتمشي تناقشوا وتضارب عليه وتقاتل عليه. ما عرفتش انا كيفاش هذه المعلومه خرجات والناس كيهضروا عليها. حنا دائما كنهضروا على
على الحجه، الدليل والبرهان. الان العصبه كتراسل الوداد كتقول لها غنديروا اجتماع باش نناقشوا الموضوع ديال اللي صيفطونا عليه رساله في 21/6. 21/6 الوداد راسلت العصبه وقالت لها موضوع ديال الكاتريان بلاص راه حنا اللي عندنا الحق، واجلته الجامعه لان كان كاس العرش. دابا العصبه كتقول لهم حنا واجدين باش نديروا اجتماع نناقشوا فيه هذا الموضوع. الدريب، السميه رجعت، الدريب سعد الدريب هو عضو في العصبه الاحترافيه، وطلع مع ايتمنى هذاك النهار. هو عارف بان الوداد راسلات، وايتمنى قال لهم في الاجتماع لا راه الوداد ما راسلاتش العصبه، ولا راه الوداد 5 بلاص. انا باقي ما فهمتش شنو واقع في هذا لافير، مي الان لافير هي واضحه وباينه. واش دابا سعد ما عارفش بان الوداد حاطه التعرض ديالها؟ عارفها لانه في المكتب ديال الوداد، والورقه شافها وعارفها. ما يمكنش يا صاحبي، ما بيزار. احنا الان هذا غير باش ننوروا الراي العام، ودائما فاش كنهضروا على شي حاجه الحجه، الدليل والبرهان. حنا الورقه هي قرات لنا الخبر العاجل دنيا. اذا العصبه راسلت الوداد البارح راسلت العصبه الوداد قالت لهم حنا واجدين دابا سالينا امورنا، اجيو دافعوا على الدوسي ديالكم. دابا ايتمنى والمكتب المدير ديال الوداد خصهم يجيبوا الناس القانون ويمشيو يدافعوا على الحق ديال الوداد. ما ضاع حق وراءه طالب. الوداديين دابا خصهم يعرفوا بان الوداد باقي عندها الحق ان تمشي تدافع على راسها. الا كان شي واحد اخر باغي يبيع هاد لافير ولا ما باغيش يدخل فيها ولا شنو داير فيها، ما القانون ها هو واضح